الحياة بتقم على 3 قواعد، اوعى تنساهم واحفظهم وتأملهم وخدها قاعدة في حياتك. ايه هما ال3؟ لا راحة في الدنيا، ولا السلامة من الناس وكلام الناس عليك، ولا النجاة من الموت. يعني هتتأذي وهتتعب وهتموت، هي دي الدنيا. أنا على يقين تام إن الناس متعبين ومش هتسلم أبدا من أذى الناس، مش هتسلم من أذى أقرب الناس ليك، إذا كان من الأصدقاء أو من الأهل أو من الجيران. عايز تريح دماغك من ده كله؟ اسمع النصايح اللي هقولها دي، وأنا من دلوقتي لازم أعمل بيهم معاكم. أولا، النصيحة الأولى: حط آراء الناس تحت رجليك. يعني اجعل المادح والذم اللي بيذم فيك زي بعض، بمعنى اللي يشتمك زي اللي كأنه بيمدحك بالظبط، واللي يكفرك كأنه أثبت إيمانك. من ساعة ما ربنا خلق سيدنا آدم الناس بتتكلم مش هتسكت عشانك. عيش ملك، بمعنى خليك زي السحاب. يعني مهما شتمنا السحاب هتفضل برضو تمطر علينا، فكن سحابا. خليك عارف ان الناس اغلبهم من ادعى الفضيلة، يعني اللي بيدعي الفضيلة ويقولك انا فيا وفيا وعندي، اعرف ان عنده نقص منها. اللي يشتمك اعرف ان عنده نقص بالشيء اللي شتمك بيه. خليك عاقل واوعى تشتمه زي ما هو شتمك، عشان نقدر نفرق ازاي ما بين الحليم واللئيم. اعقل حتى تصل للسماء السبعة. كلام الناس مش هيزود العيش في بيتك ولا حتى هينقصه. مدح الناس ليك برضو مش هيزود رزقك، وذمهم فيك مش هينقص من رزقك شيء. خدها قاعدة ان كلام الناس مش أرزاق. يعني اللي يأذيك بكلامه في الدنيا هو رزق ليك في الآخرة، هو اللي هيرفعك عند الله في الآخرة. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ذم الناس ليك مش هينقص من عمرك لحظة، وحب الناس ليك برضو مش هيزود من عمرك لحظة. فإذا كلام الناس لا بيزيد من رزقي ولا بياخد من رزقي، ولا بيزيد من عمري ولا حتى بياخد من عمري، يبقى ليه أحمل هم كلام الناس؟ انت اللي هتعاني مش هم، صدقني. في مثل بيقول: نار عدوك في صدره اوعى تنقلها لصدرك. بمعنى ان فلان بيكرهني وشافني، ايه اللي بيجراله؟ قلبه بيشعلل وبيولع نار، فما تدهوش الفرصة انه ينفجر فيك. تعمل ايه؟ ابتسم في وشه. صاحب ما شئت، صاحب كل الناس، بس لازم تكون حذر بكلامك وتصرفاتك، ما تكونش بسيط، لان ساعات بساطتك دي بتكون خنجر لقتلك. احذر وكن لماح. اوعى تخاف من اللي اعلى منك او اغنى منك. اعظم سلاح للعدو انك تهون في كرامتك ما بين ايديه. عشان كده اتمسك بالكرامة. مش معنى ان فلان اقوى او اعلى او اغنى مني فهو اعلى منك كرامة، لا، جايز تكون انت الاضعف ماشي، لكن كرامتك تزن وزن الجبال. فعشان كده اياك ان تهدر كرامتك بين الناس. خليك ما بين الناس نايم وصاحي في نفس الوقت. ما تنساش ان النوم نصرة من الله، فكن صاحي ونايم بين الناس. أصحاب الكهف نصرهم الله بالنوم. نام بين الأحياء إزاي؟ بإني لا أرى لا أسمع لا أتكلم. إن تكلمت بتكلم عن قناعة، وإن سمعت فبإرادة، وإن رأيت بما أريد. عيش في الدنيا كأصحاب الكهف، وبكده يسلم صدرك من الناس. اوعى في يوم من الأيام تظن إن عدوك مش هيفتري عليك. اوعى تظن إن عدوك شريف. اوعى تظن إن العدو صادق. مصيبة لو ظنيت إن العدو يعاملك بشرف. صدقني هيلبسك 1000 وألف تهمة، يوهم الناس إن عداوته دي مبررة. مش هيقول للناس أنا حاسد، مش هيقول للناس أنا حاقد، مش هيقول للناس ليه هو وأنا لأ، مش هيقول للناس ليه ربنا وسع عليه وأنا لأ. هو هيقول فيه كذا وفيه كذا. عشان كده اوعى تظن ان اللي بيكرهك هيتمنى لك الخير في يوم من الايام. عايزة اقول نصيحة اخيرة، وانا كمان لازم اعمل بيها كويس من دلوقتي، ان لو حد وصل لك كلام
إن اتقال عليك أي كلام يجرحك قول له معذور، يمكن سمع كلام وصل له مني، قول له الله يسامحه. ولو شتمك قول غفر الله له. النبي صلى الله عليه وسلم لن يتغير خلقه مع العدو ولا حتى مع القريب. الأخلاق هي اللي هتنصرك، وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. فعلا وإنك لعلى خلق عظيم.